صديقي، في ناس زعلانه عشان وليد الفراج طلع واتكلم وقال لك ديربي السعوديه افضل ديربي في الشرق الاوسط كله، مش زي ما الناس بتقول ان هو ديربي الاهلي والزمالك. فالناس انتفضت من مكانها وقالت لك ايه ده ديربي الاهلي والزمالك افضل ديربي في السبع مجرات في ال200 كوكب، وافشخ كوره وافشخ دوري في المجرات كلها. تعالى بقى نتكلموا ايه كده كلمتين في الجد. هو انت الدوري بتاعك حلو في ايه يا اسطى، ولا حلو من انهي اتجاه؟ انت مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم دوري اهلي زمالك بس، اركن اي فرق تانية مع احترامنا لجميع الناس وجميع الفرق. يعني انت دوري يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم كده يا دوب اللي موجودين 4 أو 5 فرق جماهيريه، والباقي انديه شركات، انديه استثماريه ملهاش جماهير. خلاص يا عم مشيها. بالنسبه للجماهير اللي بيحضر فيه عباره عن 1000 1000 ونص 2000، ده كده يوم ما هكون كرمك. لازم نضيق الكادر قد كده اهو عشان نحس ان هم ياما، لكن لو فتحنا الكادر كده مش هنشوفهم اصلا، هنلاقي ان الملعب فاضي. وبمناسبه الكادر والاخراج والتصوير والنقل التلفزيوني، صديقي انت متاخر كتير جدا جدا جدا. ده انت يا راجل يا مؤمن ممكن تبقى بتتفرج كده في نفس الماتش فتلاقي ايه الكاميرا الرئيسيه هي اللي جودتها عاليه، لكن لما تيجي الاعاده خد بالك انت من زاويه تانية تلاقي ان الجوده قلت. ليه؟ اصل احنا لما جينا طورنا نظام التصوير ده، اذا قلنا ان ده تطوير يعني صديقي احنا ما طورناش الكاميرات كلها، احنا قلنا ايه نطوره كده بتاع كام كاميرا، منهم دايما لازم تكون منهم كاميرا اساسيه، ولو يعني الدنيا فاضيه ومش مزنقه نبقى نحط معاها كاميرا كمان. لكن بقى بعد كده الكاميرات بقى التانية عادي ممكن تلاقيها الكاميرات اللي بيصوروا بيها في الافراح، يمكن كمان تصوير الافراح بيبقى كواليتي اعلى من كده. طيب هل انت دوري قوي في التنظيم والاداره؟ صديقي باتحاد العزبه اللي عندك ورابطه الضرايب انت يا صديقي لا عندك تنظيم ولا عندك اداره.